لا تمدوا أيديكم إلى المؤسسات مثل إحياء التراث وغيرها، وإنما استغنوا بما أعطاكم الله من المال ولو قليلا. بارك الله فيك. فإن الدعوة السلفية بارك الله فيك قامت على كواهل السلفيين وعلى ما عندهم من المال القليل والفقر الكثير. بارك الله فيكم. ما قامت على جمع الأموال. جمع الأموال يفسد الدعوات. تلقي الأموال من المراكز والمؤسسات الأجنبية غير السلفية يؤدي إلى ضياع السلف. فاحذروا كل الحذر من التعاون مع هذه المؤسسات، واستغنوا بما أعطاكم الله من المال ولو قليلا. بارك الله فيكم. وسيروا على طريقة السلف في الزهد والورع. بارك الله فيكم. وفي نشر الدعوة السلفية على الوجه الصحيح. وفق الله الجميع. شيخنا بارك الله فيك. وأحذركم خاصة من كل إحياء التراث. فإنها تسعى في العالم لتفريق السلفية وتمزيقهم وتحويلهم إلى منهج عبد الرحمن بن خالد الإخوان الغالي. حياكم الله. شيخنا بارك الله فيك. في أمر آخر، هم إحياء التراث يوزعون كتب السلف. مثال يوزعون كتب الشيخ صالح الفوزان أو ملخص فقهي، يوزعون كتب يتسترون بها. نعم شيخنا، نحن نريد منك توضيح الأمر هذا. يتسترون بهذا، يوزعون كتب السلف وغيرها. نعم. بارك الله فيك. وهم مقتنعون بمنهج عبد الرحمن بن الخالق الإخوان الغالي.